فيلمنا بيبدأ يا صديقي في فندق في فلوريدا مع ولد اسمه روب بيجهز ليوم دراسي تاني، وهو مستني أتوبيس المدرسة بيفكر يستكشف الغابة اللي جنب بيته. وهو بيتمشى بيفتكر لحظة محاضرة جنازة أمه اللي ماتت من كام شهر. بالرغم من الذكرى الحزينة دي روب بيكمل استكشافه بهدوء لغاية ما بيوصل لكوخ مهجور في نص اللي ولا حاجة. الولد بيقترح وبيتفاجئ وبيحس بنمر كبير نايم في قفص بره الكوخ. مستوعب إن النمر خلاص انتبه لوجوده، روب بيقرر يهرب ويرجع البيت، وهناك بيجيب شنطته ويعدي يركب أتوبيس المدرسة. أثناء الرحلة الولد بيبقى هدف ليه كتير سخرية واستفزاز من بلطجية بيزعجوه من غير ما يوقفوا. فجأة السواق بيقف في محطة جديدة ياخد منها طالبة جديدة اسمها سينا. أول ما بيسمعوا اسمها البلطجية بيقعدوا يضحكوا، والبنت بتكون حاسة بغضب جامد بتقعد في أي مكان عشان ما تخليش الموقف يتدهور. في الفصل المدرسة بتشرح الدرس لطلابها، لكن روب مش مهتم بالموضوع ورسم النمر اللي لقاه قبل كده، وهو بيستخدم خياله عشان يخليه يتحرك. في نفس الوقت الولد بيفتكر الأيام اللي كانت أمه بتعلمه فيها ينحت حاجات خشب عشان دي كانت واحدة من مواهبها الأساسية. في اللحظة دي المدرسة بتشد انتباه روب، بتقول له إن المدير عايز يشوف مكتبه على طول. الولد وهو مش فاهم بيروح مكتب المدير، والمدير بيبدأ يتفقد حالة رجليه. وقتها بيتضح إن روب عنده حالة جلدية صعبة بتيجي في رجليه كتير وبتخليهم يتأذوا. الراجل بيشرح إن بعض الأهالي عبروا عن قلقهم على الولد، خايفين عيالهم تاخد المرض ده بسبب احتكاك طويل. فالمدير بيطلب من روب يكمل الأدوية اللي خدها قريب، وبيقرر يكتب خطاب لأبو الولد عشان هو شايف إن المفروض يفضل في البيت شوية. بعد المحادثة روب بيطلع من مكتب المدير، وأول ما بيشوف مدرسة بتجمع حاجتها اللي وقعت على الأرض بيعدي ساعتها. المدرسة بتكون مبسوطة وبتشكر الطالب على مساعدته، وبعد ما بيتعرفوا لأنسة ميلز بتسأله ايه الرسمة اللي معاه. روب بالرغم من إنه خجول جدا بيديها الورقة اللي فيها رسمة النمر، والمدرسة بتمدح في موهبته الفنية وعايزة تشجع إلهام الطالب عشان يقدر يطور موهبته أكتر. الأنسة ميلز بتطلب منه يجي يشوفها لما ترجع من أجازتها، والولد بيوعدها إنه هيعمل كده. بعد دقايق روم مستني بره المدرسة لحد آخر اليوم الدراسي، وفجأة بيظهر مجموعة كبيرة من الطلاب بيمشوا ورا سينا وهي متضايقة من كمية الاستفزاز اللي بتجيلها. البنت بتقرر ترد الهجوم وبتهجم على واحد من العيال، لكن المشاكس أكبر منها بكتير وبيوقعها على الأرض. روب عشان يمنع الطالبة الجديدة من الاعتداء عليها بيعدي يوقف المشكلة وبيأمر الشقواتية يخلوا سينا في حالها. المشكلة إن ده بيجذب انتباه البلطجية للولد، وروب بيهرب عشان ما يتهاجمش. سينا بتركب الأتوبيس وهي هدومها وشعرها متبهدلين، وبتفضل هدف لسخرية وضحك من الطلاب التانيين. وهي في قمة غضبها من كل ده البنت بتقعد جنب روب وبتقول له قد إيه هي بتكره المدينة دي وسكانها المشاكسين. روب عشان يهديها بيقول لها اللي حصل معاه وبيوضح حالته في رجليه. سينا بتكون عايزة تلاقي طريقة إنها ما تحضرش في الفصل، بتتوسل لروب يسيبها بحالته، لكنه بيرد إن ده مش هيقدر يحصل عشان المرض ده مش معدي. وهي حاسة بزميلها سينا بتقول له إنها هتجيب له الواجب عشان ما يسيبش المدرسة. المغرب روبرت بيقرأ خطاب المدير اللي ابنه جابه، وهو متعصب من تصرف المدير عشان هو خلاص شرح له أكتر من مرة إن حالة روب مش معدية. بالرغم من كده الراجل بيقرر يخلي ابنه يفضل في البيت شوية، وبعد ما بيحقن الدواء في رجل الولد بيروح يكمل تحضير العشاء. روب بيعمل تمثال خشب جديد وهو بيفتكر النمر اللي شافه، بيستخدم السكين بتاعته يعمل تمثال صغير لسينا. بعد كده الولد بيروح ينام وبيحلم انه شايف سينا بتعدي في الغابة راكبة النمر البرغالي العظيم. اليوم اللي بعد كده روب بيعمل شوية شغل مع ويلي ست النظافة في الفندق، والست بتقرر تاخد راحة وتدي رفيقها الصغيرة علكة. بعد كام ساعة اتوبيس المدرسة بيعدي على الفندق، ولما بيشوف الولد بيهتم بالحديقة البلطجية بيرموا عليه حاجات. الاصطدام بيخلي روب يحس بوجع حاد في ضلوعه، وهو تعبان من معاملة البلطجية دول. بيتخيل ازاي كان هيبقى لو يقدر يطلب مساعدة النمر في مواجهتهم. بعد كده سينا بتنزل من العربية وبتديله الواجب اللي هيتحط في الفصل النهارده. سينا بتقول لصاحبها يقضي وقت معاها. روب بيقرر يظهر انه لقى نمر، والبنت الصغيرة وهي متحمسة بتطلب منه يوديها تشوفه. الولد وقتها بيشرح انهم محتاجين يعبروا الغابة، وزينة بتطلب منه يعيرها من هدومه. فالاتنين بيعدوا على أوضة روب في غرفة أبوه، وأول ما بيشوف كل التماثيل اللي صاحبها عاملها البنت الصغيرة منبهرة وهي بتتفرج على الحاجات وبتأكد إن روب فنان حقيقي. في اللحظة دي البنت بتلاقي الدمية اللي اتعملت شبهها، وبتقول إنها بتلاقي كل الأعمال دي مثالية. روب وهو بيسمع كل المدح بيتجمد، وسين عشان تستعجله بتطلب منه بسرعة يجهز الهدوم. وبعد ما بيديها لها الولد بيروح بره يستنى صاحبته، وبعد ما كل حاجة بتجهز الاتنين بيمشوا لقفص النمر، والاتنين منبهرين إنهم هيكونوا قريبين جدا من مفترس زي ده. سينا وقتها بتسأل ليه الحيوان ده محبوس في قفص في وسط الغابة، لكن روب بيقول إنه مش عارف وبيظن إنه يمكن يكون نمر أليف بتاع بيت شام صاحب الفندق. سينا وهي بتسمع الكلام ده بتكون متعصبة وبتتمسك إنهم لازم يحرروا الحيوان عشان ما ينفعش يقضي حياته في قفص عشان يصل راجل. بالرغم إنه موافق صاحبته، روب بيقول لها إن ده مش هيقدر يحصل عشان القفص عليه قفل قوي جدا ومحدش قدر يدمره. في اللحظة دي الشباب بيسمعوا بيت شام بيقرب بعربيته وبيقرروا يهربوا عشان ما ينتبه لهمش. أول ما بيوصلوا الفندق الاتنين بيقابلوا روبرت اللي كان مستني ابنه، وبعد ما اتعرفت على الراجل سينا بتروح لكشك تليفون تدعو اهلها عشان تمشي. في نفس الوقت روبرت بيتكلم مع الولد عن صاحبته الجديده وبيحس بالسعاده ان الولد اخيرا لقى حد جنبه يتسلى معاه. بعد دقايق روب بيرد لسينا هدومها، والاتنين مع بعض بيستنوا قدام اهالي البنت. ام سينا بتوصل بعربيتها، وبعد ما بتشتم بنتها على انها كانت ضايعه اخر كام ساعه بتسال ليه البنت لابسه الهدوم دي، لكن البنت مش متاثره من اسلوب الست وعايزه تخفف الموقف. ام البنت بتتعامل مع روب بتقول ان بنتها بتسمع كلام
كلام ابوها بس. التصريح ده بيزعل سينا اكتر وبتركب العربيه مع امها وبيخلي الاتنين يمشوا من المشهد اثناء شجار كبير. بعد كده روب مش فاهم حاجه من اللي حصلت وبيرجع البيت. الصبح الولد بيكمل التنظيف مع ويلي وبياخد رايها في الحيوانات اللي بتعيش في اسر مع البشر. ست النظافه وقتها بتحكي له قصه عن طفولتها وقت ما ابوها كان اداها هديه عصفور اخضر صغير، واللي بتشرح انها بالرغم انها كانت مبسوطه جدا بصحبه الحيوان في حياتها اليوميه ما قدرتش تستحمل تشوف مصيده زي كده وقررت تطلعه. بعد ما عملت كده الست اتأدبت عقاب شديد من ابوها اللي قال لها ان كل اللي عملته انها زودت فريسه اللي تعبان في الغابه، لكن ويلي ما غيرتش رايها في صاحبها القديم، ولحد النهارده هي بتحلم بصوت العصافير الخضراء في احلامها. بعد كام ساعه روب بيكون بينظف جنب الفندق، واول ما بيواجه بيل شامب وعايز يتخلص من بعض التزاماته الحاليه، صاحب الفندق بيفكر يستدعي الولد يعمل واحده من نشاطاته وبيساله اذا كان هيعيبه الفكره دي عشان يكسب فلوسه. روب بالرغم انه مش فاهم بيوافق على الفكره، والراجل بيشرح له انه من كام يوم مسك حيوان بري قيم جدا. المشكله ان الحيوان محتاج رعايه كتير وصيانه يوميه في القفص بتاعه، وبيطلب من روب اذا كان عايز يروح معاه يشوف الحيوان عشان يتعرف عليه. روب وهو بيسمع الكلام ده بيشرح انه مش قادر يطلع عشان ابوه طلب منه يساعد ويلي في شغل البيت. صاحب الفندق المتعصب بيصرخ انه ابو الولد ولا حاجه وبيأمر روب يسمع كلامه، فالولد بيسافر لمكان مع بيل شامب ومضطر يعمل ردة فعل مزيفه وهو بيتاخد يشوف النمر المسجون. الراجل بيشرح انه استلم الحيوان هديه من معارفه اللي كان مدينه بمبلغ كبير. بعد كده بيل بيوري روب ازاي يطعم المفترس وبيكون مرعوب من النمر اللي بينط اتجاه السياج وبيخليه يقع على الارض. وبعد ما بيدي مفاتيحه لاحدث موظف عنده، صاحب الفندق بيتريق على النمر بيقول انه مش اكتر من حيوان عديم الفايده، لكن النمر مش بيسمع بالاهانه دي وبيرش فضلاته في اتجاه الراجل اللي بيتحرك بيأس وبيمشي مع الولد. قبل ما بيوصلوا الفندق بيشامب بيفكر يقف عشان يتكلم مع الولد وبيطلب من روب يخلي اللي بيعمله يكون في السر عشان يتجنبوا مشاكل كبيره. كمان الراجل بيشرح ان الولد لازم يحافظ على كيس البلاستيك اللي فيه لحم النمر، وبيوعدوا انه هيجيب كيس تاني بكره عشان يكمل رعايه الحيوان. في اللحظه دي المدرسه ميلز بتعدي بعربيتها وبتلاحظ تصرفات وشكل الراجل الغريبه، فبتصرخ عليهم وبتسال ايه اللي بيحصل، لكن روب بيقول انه كويس. وعشان يمنع الست تسال اسئله اكتر الراجل بيأمرها تمشي. قبل ما تمشي المدرسه بتطلب من روب يزورها في الفصل بتاعها لما يرجع للمدرسه، وبعد ما اتهددت من بيل شامب مره تانية بتقرر تمشي. بعد فتره روب بيروح يخبي بقيه اللحم بتاع النمر في حته في بيته عشان مش عايز يعصي اوامر صاحب الفندق. بعد ما تخلص من الموقف الولد بيتفرج على المفاتيح اللي استلمها من الراجل وبيتساءل اذا كان هيحرر النمر ولا لا. في اللحظه دي اتوبيس المدرسه بيعدي على الفندق تاني، وبعد ما بيقابل صاحبته سينا بتقول له انها عايزه تزور النمر مره واحده زياده. الاتنين بيكونوا متحمسين بيعدوا اتجاه قفص الحيوان، وروب هو عارف انه مش هيقدر يحفظ السر بيظهر كل اللي بيل شامب طلبوا منه يعمله. الخبر الجديد ده بيخلي سينا متحمسه عشان دلوقتي تقدر تحرر النمر عشان المفترس ده جزء من مجموعه انواع مهدده بالانقراض. لكن روب بيقول لها انه مش هينفع يعمل كده، وبيحكي لها القصه اللي سمعها من ست النظافه ويلي، وبيقول لها ان النمر ممكن ينهزم عشان عايش لوحده في البريه. سينا بالرغم من كده بترفض توافق على كلامه وتقول انها هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تطلق الحيوان حتى لو هتعمله لوحدها. في نص الجدال البنت بتهز القفص في نوبه غضب، وبعدها مباشره بتبدا تعيط وبيطمنها صاحبها. سينا عايزه تخلي النمر مرتاح اكتر فبتشيل الخيمه من فوق القفص، والاتنين بيقضوا الليل جنب الحيوان وبيتفرجوا على النجوم في السماء. بعد فتره الشباب بيرجعوا الفندق وهناك بيتفاجئوا بست النظافه ويلي، وسينا بتتصرف بقله احترام قدام الست. بالرغم من كده ويلي مش متأذية وبتهدي البنت وتقول لها انها كانت كمان بنت متمردة وهي في سنهم. كمان ست النظافة بتشرح ان سينا المفروض تبدأ تتصرف باسلوب متحكم فيه اكتر، مفيش حد هيحل مشاكل حياتها. التصرف ده بيخلي البنت تتفاجئ وهي بتمشي بعربيتها وهي بتتفرج عليهم الاتنين. روب بيوصل البيت بعد ما بيودع صاحبته وبيواجه ابوه اللي بيستجوبه من الباكت اللي في اللحمة دي. روب بالرغم من الاوامر اللي استلمها بيرفض يكذب وبيقول له ان بيل شامب اللي سلم له الحاجات دي. المشكلة ان الاعتراف ده بيخلي الراجل يغلي عشان هو مؤمن ان الباكت اتباعت كنوع من السخرية زي ما هم مش قادرين يجيبوا اكلهم. كده روبرتو بيكون في قمة غضبه، وبعد ما بيرمي كيس البلاستيك على الحائط بيقعد يحاول يهدى شوية. روب بيكون قلقان على حالة ابوه بيقرب منه عشان يتكلم، لكن الراجل بيطلب يفضل لوحده، والولد بيقرر يطلع بره وينحت واحدة من تماثيله الخشبية. الصبح الولد بيتفرج على احداث صنعته بره اوضته وبيستخدم خياله يخلي الحيوان المنحوت يتحرك حواليه. بعد كده روب بيدي ويلي عصفورة خشبية، والست بتكون مبسوطة انها استلمت هدية ليها معنى كده. الولد بيقابل سينا وهي بتوصل باتوبيس المدرسة، واول ما بتقابل صاحبها البنت بتقول له ان امها بقى بتتعصب عليها اكتر ومنعتها انها تزوره، لكن البنت قررت ما تسمعش كلام امها وبتطلب من روبي يقول لها في مكان ويلي عشان الوقت جه ياخدوا راي حد تاني في قضيه النمر. لما بيقابلوا ست النظافه الشباب بيفسروا كل اللي بيحصل، لكن الست مش مصدقه اي حاجه فبيقرروا يودوها للقفص. ويلي اول ما بتشوف النمر محبوس في وسط الغابه بتتعصب جدا وبتقول ان التصرف ده بالظبط من اسوأ الحاجات اللي بيرشام بيعملها. سينا وهي زعلانه بتطلب من ست النظافه تديها رايها في الموضوع وبتؤمر روبي يحرر القط فورا، لكن الست بتقول انها مش هتعمل كده بالرغم من انها عارفه ان بيل مش راجل كويس، لكنها عارفه كمان ان النمر ما عندوش اي فرصه يعيش في الغابه لوحده. سينا وهي بتسمع الكلام ده بتتعصب اكتر وما بتوافقش الست، بتقول ان المفترس يقدر يكمل حياته زي الحيوانات البريه اللي عايشه في المنطقه دي واللي
بالرغم من كل المناقشات دي بتقول إن الشباب المفروض ما يتدخلوش في الموضوع ده عشان في الآخر الصح مش هيبقى دايما الأسلم. سينا وهي متعصبة بتقول إنها مش قادرة تستنى أبوها يظهر عشان عارفة إنه مش هيساعدها لكن هيحرر الحيوان، لكن روب بيقاطع البنت وبيقول إن ده مش هيكون صح ويمكن أم صاحبته تكون على حق في الراجل اللي يمكن يكون مش أكتر من كذاب. الاتهام ده بيخلي سينا تتعصب وبتنهي صداقتها مع الولد وبتعلن إنها بتكرهه ومش هتكلمه تاني. بعد كده البنت بتمشي ولا عايزة تهدي الولد وتطلب منه يمشي معاها عشان يرجعوا للفندق. بعد دقايق روب بيصادف سينا وهي طالعة وبيقرر يمشي وراها وبيقول لها إنه قرر يطلق سراح النمر. سينا وقتها بتقول إنها مش مصدقاه لكن روب بيتمسك بإنه بيعمل الصح وعشان صداقتهم هيعمل كده. في نفس الوقت بالشامب بيظهر بعربيته وبعد ما بيعرف نفسه لسينا وبيطلب من الولد ياخد الباكت اللي هيكون في مكتب الفندق بعد كده. روب عشان ما يبينش اي شكوك بينفذ امر الراجل اللي بيقول له انه محتاج يطلع يرتب شويه حاجات مع ابو الولد. سينا وروب هم عارفين ان صاحب الفندق هيبقى مشغول كام ساعه بيفكروا يحرروا النمر على طول وبيروحوا للقفص. روب من غير ما يضيع وقت يفتح القفل بالمفاتيح اللي استلمها من الراجل وبالرغم من انهم عارفين ان المفترس ما كلش من يومين بيفكروا يفتحوا باب القفص. النمر اول ما بيحس انه هيتحرر بيقف وروب عايز يوضح انه محتاج يمشي بيصرخ عليه انه يبقى حر. اللحظه دي سينا بتطمن صاحبها وبتقول له ان الحيوان يبدو انه فاهم الرساله. النمر بعد كده بيمشي بره وروب وسينا وهم مستوعبين ان الحيوان واقف جنبهم. الشباب بيلمسوا جسم النمر وبكده المفترس العظيم بيبعد وقبل ما يمشي لحياته الجديده بيعمل زئير بقوه بيسمعها كل اللي في المنطقه. الشباب المتحمسين بيتفرجوا على النمر وهو بيمشي في اعماق الغابه وبيحتفلوا انهم عملوا القرار الصح. لكن فجاه سينا بتسمع صوت طلقه وبتقع على الارض بصعوبه وهي بتتنفس. الشباب بالرغم من انهم مش فاهمين ايه اللي حصل بيطلعوا وبيمشوا للطريق وهناك بيشوفوا النمر مرمى على الارض. روب في اللحظه دي بتستوعب ان الحيوان تم التخلص منه. ابوه اللي ضرب الطلع عشان ينقذ حياه بيرشامب اللي كان اتطرش من المفترس. في نفس الوقت واللي بتظهر في المشهد وهي قاعده على ركبتها جنب النمر. الولد بيسال ابوه ليه عمل كده لكن بيتضح ان الطلع على الحيوان كانت غلطه كبيره. كل اللي روبرت كان بيعمله انه بيدافع عن نفسه من بيرشامب اللي حاول يخلص عليه بمسدسه بعد شجار عنيف حصل بينهم. روبرتو هو عارف انه ما كانش ناوي يعمل كده بيفضل ساكت والتصرف ده بيخلي روب يغلى اكتر. عشان كده الولد بيروح على ابوه وبيبدا يدفعه وبيقول انه بيكرهه ومش عايز يفضل عايش معاه. بعد كده روب بيأمر ابوه يقول اسم امه بصوت عالي عشان هو ما قالهوش من يوم ما ماتت. روبرتو هو بيستوعب ازاي كان بيعامل ابنه كل الوقت ده بيقول اسم كارولين وبينحني وهو متأثر وبيعانق ابنه. في نفس الوقت واللي بتعانق سين عشان تهديها بعد كل اللي حصل وروبرت عايز يمنع مواجهة اكتر بيساعد بيرشام بيقف ومفيش حاجة فاضلة يعملوها دلوقتي بعد ما النمر اتقتل. صاحب الفندق بيمشي من المشهد ويل عشان تهدي الشباب بتقول ان الحيوان دلوقتي في السماء. في اللحظة دي الست بتحس ان رجل روب يبدو انها اتعالجت وبتفرح له. بعد كده روبرت ويل بيمشوا ويرجعوا الشباب للبيت وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.